اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حبايب قلبي، عاملين ايه النهاردة؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل معاكم القرص الفلاحي بالطريقة البسيطة السهلة، ان شاء الله تعجبكم والفيديو يعجبكم. قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا محمد ونشترك في القناة، تكتبوا لي كومنت حلو ان شاء الله عشان الفيديو يعلى بكم ان شاء الله. هنا حطيت 3 معالق سكر وميه فتره، وحطيت معلقتين خميره علشان نعمل القرص الفلاحي بتاعتنا ان شاء الله تعجبكم. هنختبر الخميره كويس عشان قبل ما نشتغل بيها، علشان نشوفها شغاله ولا بايظه. تمام يا حبايب قلبي، الخطوه دي مهمه جدا ان انت تختمري الخميره قبل ما تبوظ، قبل ما تشتغل بيها عشان ما تبوظلكيش الدنيا. تمام يا حبايب قلبي، عايزين نصلي على سيدنا محمد كتير. ان شاء الله الفيديو يعجبكم والقرص هتعجبكم، تكون هشة وطرية ان شاء الله. بس الخطوات بالظبط علشان تطلع معاكي كويسة. هنا خلاص انا اختبرتها، هنركنها على جنب. وهنجيب بقى كيلو دقيق، بياخد معانا كوباية رايب، وبياخد معانا كوباية سمنة على زيت، وبياخد معانا كوباية حليب ومعلقتين سمسم. هنا كوباية الرايب، بقول لكم كوباية الرايب. اللي ما عندهاش رايب تجيب كوباية حليب، تحط عليها معلقة خل وهتكون رايب، او عندها زبادي، ده ولا ده بيمشي ان شاء الله. تمام يا حبايب قلبي، بقول لكم على الدقيق الضحى. انا عملت نص كيلو بس، خلي بالكم، وعمل معايا كميات كبيرة ما شاء الله. هنا معلقتين السمسم، لو مش عايزة تحطيهم براحتك. تمام يا حبيبة قلبي، هنا فضيت الدقيق وحطيت ذرة ملح وهنقلبهم. هنحط معلقتين السمسم وهنقلبهم كويس زي ما انتوا شايفين. تمام يا حبايب قلبي، خلاص كده ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايب قلبي، والفيديو النهارده تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. خلاص كده قلبناه. هنخش على ايه بقى؟ هنحط كوبايه الزيت على السمنه. ما تعمليش سمن لوحده ولا زيت لوحده، يعني اعملي ميكس بين الاتنين، لان بتكون هشه معاكي وكويسه وتكون طريه يعني. تمام يا حبيبتي، خلاص هنا هنقلب السمنه مع الزيت مع الدقيق اللي احنا حطيناه مع لسه ما حطيناش الخميره. هنقلب السمنه الاول، وبعدين ايه بقى؟ صلى على سيدنا محمد. المعلقه مش نافعه معايا، هشتغل بايدي. احنا كلنا عادي بنشتغل بايدينا، طالما احنا هناكل الحاجه واثقين ان ايدينا نظيفه يبقى ما فيش مانع. اشتغلت بقى بايدي زي ما انتوا شايفين، بسيت الدقيق مع السمنه لحد ما عملت معايا حبيبات زي الرمله كده بالظبط. خلي كل حبه دقيق تشرب من السمنه، يعني بتاع 4 دقايق كده. مش بتعجني انت، بس بتبسي الدقيق والسمن والحاجات اللي احنا حاطينها اللي هي الناشفه يعني. تمام يا حبايب قلبي، كده واضح قدامكم. انا مبطئه الفيديو، بعمل لكم خطوه خطوه علشان الفيديو يعجبكم ان شاء الله. تمام يا حبايب قلبي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. تمام يا حبايبي كده، خلاص كده بسناها. خدت معاكم الخطوه دي كلها عشان تشوفوا وصلت الدقيق لحد فين. تمام زي ما انتوا شايفين، خلاص كده اتبست كويس معانا ما شاء الله. هنجيب بقى الخميره بتاعتنا، هتكون اتفعلت. لو حد شايفها فارت قوي هناك اهي ما شاء الله. الخميره بتاعتنا بقى كويسه جدا زي ما انتوا شايفينها كده، تبقى هي شغاله. تمام يا حبايب قلبي، هنحط الخميره بقى ونعجن كويس لمده 8 أو 10 دقايق. تعجني فيها كويس علشان تطلع معاكي هشه وطريه. العجن ده لما تعجنيها كويس بتطلع معاكي كويسه زي ما انت عايزاها يعني. تمام يا حبيبتي،
تمام. هقفل معاكم ونعجن بقى مع نفسنا. انا عجنتها 10 دقايق لحد العجينه ما اتلمت معايا وبقت طريه ناعمه خالص. لما تكون طريه ومش متشققه معاكي بتكون كويس. خلاص كده يا بنتي ماشيه صح. هنا انا حطيت اللبن الرايب بتاعنا اللي انا كنت عاملاه معاكم. تمام يا حبايبي. يبقى حطينا الخميره وحطينا السمن الاول وحطينا اللبن الرايب، وبسم الله ما شاء الله ريحتها كانت عسل سكر كده، تستاهل بقكم. طلعت هشة وطرية وما شاء الله. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. خلاص كده هقفل معاكم وعشان ما اخرش عليكم وارجع لكم بقى. ما شاء الله. هنا كوباية اللبن خدت معايا تقريبا كوباية ونص ميكس لبن على مية. انت بقى وحسب الدقيق اللي انت جايباه اللي بتستعمليه، يعني في دقيق بياخد مية كتير وفي دقيق ما بياخدش، زي ما ده ما خدش معايا لان النوع الدقيق اللي انا جايباه كويس. تمام يا حبايبي. خلاص كده انا عجنتها 8 دقايق بالظبط او 10 دقايق لحد ما اتلمت معانا زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده بالظبط. ما شاء الله. بوريكم ان هي ناعمة ومش بتلزق في الايد كده، تبقى هي النتيجة بتاعتها كويسة. نقطعها وهوريها لكم كويس. دي اختبار للعجينة. تمام يا حبايب قلبي. ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده العجينة ما بتلزقش وطرية وناعمة. هنيجي ناخدها بقى نسيبها تختمر نص ساعة معانا. لازم تسيب العجينة تستريح نص ساعة او ساعة الا ربع، هتديكي نتيجة كويسة قوي. خلاص زي ما انتوا شايفين هنغطيها عشان وشها ما يكرمش مننا. لازم تغطي العجين، كل ما تشكلي العجين تغطيه. تمام يا حبيبة قلبي كده زي ما انت شايفة. ما شاء الله. هنا كنت سبتها ساعة الا ربع ما شاء الله زي ما انتوا شايفين او نص ساعة. اختمرت معانا وناعمة وطرية تحت ايدينا ما شاء الله. هوريها لكم برضو اختبار تاني اهو. طول ما العجينة ناعمة تحت ايدك تشكلها زي ما انت عايز. يلا هنشكل بقى فيها ان شاء الله مع بعضينا. بسم الله ما شاء الله. تمام يا حبيبة قلبي. خلاص كده اختبرنا العجينة وما شاء الله. هنكورها كور لان احنا هنعملها بالجبنة، هنحشيها بالجبنة ان شاء الله النهاردة علشان تكون للفطار جميلة وخلصت معانا بسرعة ما شاء الله. ما خدتش وقت والله معايا. بالهنا والشفا تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. هنا خلاص انا بوريكم بعمل كرة قد البيضة. تمام. خلاص كده هعمل معاكم كام واحدة وهعملهم انا لوحدي عشان ما اطولش على حضراتكم. تمام يا حبيبة قلبي انتي وهي. خلاص كده شكلناهم كلهم اهم معاكم وهنرجع عشان نعمل الباقيين. اهم حاجة نغطي اللي هنعملها نغطيها زي ما انتوا شايفين كده. لازم تغطي العجين. هنسيبها بتاع نص ساعة كمان. هنسيبهم كلهم نص ساعة ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده خلصت الكمية كلها. عملوا معايا بسم الله ما شاء الله اهو نص كيلو دقيق عمل معايا ال3 صواني اللي انتوا شايفينهم دول. خلاص كده انا جبت الاولى اللي انا عملتها. بنبدأ بالاول واحدة اللي احنا عملناها هناخدها بقى عشان نشكلها. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين حجمها بقى مضاعف. هناخدها بقى وطرية وبسم الله ما شاء الله. والله يا جماعة حاجة البيت لا يعلى عليها بصراحة ما شاء الله. الواحد بيبقى ضامن الحاجة عاملها بإيده ونظيفة وضامنة ان ولادك بياكلوا حاجة نظيفة. فما تكسليش وجربيها واعمليها وخليها للفطار الصبح هم رايحين المدرسة. انتوا طالعين الشغل كده يعني. حاجة بتنفع والله ما شاء الله. وما خدتش مننا وقت ولا اي حاجة غير نص كيلو دقيق والحاجات اللي انتوا شفتوها معايا دي. تمام يا حبايب قلبي كده. انا كده حطيت جبنه. كان عندنا جبنه. نحط اي نوع جبنه بس النوع الجبنه اللي تحطيه ما يكونش فيه ميه عشان ما تبوظلكيش العجينه في الفرن. زي ما انتوا شايفين بنضغط نجيب
العجينة ونضغطها من على الجنب ونسيب نسيبها تخينة من النص، لان ايه نحط فيها الجبنة بتكون ما تسحش مننا يعني. زي ما انتوا شايفين لما بحطها في الصينية ما بضغطش عليها جامد، بعدل بس ايه شكلها كده. تمام. هعمل معاكم كام واحدة برضو. خلاص العجينة بتتشكل زي ما انتوا شايفين معايا كده، بسم الله ما شاء الله. هنعملها ايه من الناعمة من بره. تمام، وبايدينا الاتنين وزي ما انتوا شايفين بالظبط كده. بسم الله ما شاء الله. هنحط الجبنة، الجبنة اللي انت بتحبيها حطيها، اي جبنة انت بتحبيها حطيها. انا حطيت الجبنة اللي كانت موجودة عندي، طلعت بسم الله ما شاء الله، هي كانت يعني فيها نسبة حداق شوي فطلعت مظبوطة معايا ما شاء الله. الوصفة دي تعجبكم ان شاء الله، لان هي ايه حاجة كده من ريحة زمان. تمام يا حبيبة قلبي، اعمل لك واحدة كمان معاكي، مش عايزة اخر عليك اطول عليكي في الفيديو. واحدة كمان اهي، وكده يبقى ايه خلصنا اول صاج، ونخش على التاني اللي بعديه. بس في خطوة مهمة جدا لازما، اللي انا بشكله ده برضو هسيبه ساعة كاملة علشان ايه تختمر كويس وتلاقيها كده بالمنظر اللي هتشوفيه معايا ده. يعني انا بعد ما شكلتها 3 مرات، عجنت وسبتها اختمرت، وبعدين شكلت وسبتها، وبعدين حطيتها الجبنة كده، وبعدين هغطيها قدامكم اهي، وهسيبها ايه ساعة كاملة. تمام يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله. حاجة اما بتعمليها صح بتطلع معاكي صح، هي سهلة وبسيطة. هنا بعمل بكام واحدة عشان اخلص معاكم. دي الصينية التانية، تعملي كام واحدة كده لان انا كنت لوحدي فبعمل عشان يخلص معايا بسرعة الوقت وما طولش على حضراتكم. زي ما انتوا شايفين، بالهنا والشفا يا رب. خلاص كده يا حبايب قلبي، تعملي كام واحدة كده عشان ايه. انا عملت 5 معاكم اهو زي ما انتوا شايفين. ده الصينية اللي هي التانية. خلاص هنشكلها معانا ونخلص بقى ونرجع لكم على طول علشان نسويها. بالنسبة بقى للتسوية، هي بتاخد 10 دقايق تقريبا في الفرن. الفرن اللي هو بتحطيها في الرف الاوسط اللي هو في النص يعني. ولو عوزتي، لو لقيتي الشواية عايزة وش يعني تولعي الشواية تكون نارها هادية جدا، هتطلع معاكي مظبوطة من فوق ومن تحت ان شاء الله. تمام يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين كده مش هنضغط عليها. هي تقريبا حجمها زي البيضة او اكبر سنة، علشان دي محشية. اللي هي مش محشية بتبططيها عادي جدا، ما بتلزقش وما بتدهنيش الطاسة اي حاجة. الصينية ما بتدهنهاش زيت، هي ما بتلزقش ما شاء الله. تمام كده حبايب قلبي، بألف هنا وشفا عليكم يا رب. اللي طلب مني الفيديو بتاع القرص الفلاحي، انا عيوني طبعا، اي حد يطلب مني حاجة على راسي وعيوني. خلاص كده يا حبايب قلبي، ربنا يا رب يخليكم ليا يا حبايب قلبي ويبارك لي فيكم يا رب. هنا خلاص هعمل معاكم كام واحدة كمان وندخل على الصينية التالتة. تمام يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. عايزين نصلي على سيدنا محمد ببركة ايه فك الكرب ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. خلاص كده يا حبايب قلبي ما شاء الله، خلصنا كده. مش عايزة اطول على حضراتكم. زي ما انتوا شايفين الفيديو طول عليكم معلش، بس انا مبطئاه لان عايزاكم تشوفوا كل حاجة ايه زي ما انا عملت. تمام زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. خلاص خلصت اول صينية، ودي التانية، وفي واحدة تالتة برضو. بسم الله ما شاء الله، قطعت معايا كمية حلوة قوي وتوفير ما شاء الله.
خلاص كده التانية هغطيها برضو واسيبها مع التانية واسيبهم ساعة زي ما قلت لكم، وبعدين هكون مشغلة الفرن قبليها بربع ساعة. عايزة الفرن يكون سخن جدا، اعلى درجة حرارة من اللي هو من تحت. بصوا بسم الله ما شاء الله، كل ما اسيبها بلاقيها منتفخة زي ما انتوا شايفين كده، بتكون اختمرت وخدت راحتها يعني زي ما انتوا شايفين. خلاص كده يا حبايب قلبي هسويها واجيلكم تاني. ايه رأيكم؟ بسم الله ما شاء الله، دي اول صينية طلعت معايا، الباقي لسه في الفرن. طرية جدا وهشة جدا، وكمان انا لسه ما غطيتهاش. اول ما تغطيها هتلاقيها زي بتاعة الفرن بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، الجبنة اهي مسحتش ولا اي حاجة لانها جبنة نوع كويس، وطعمها كان حلو قوي ما شاء الله. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. لسه في صينيتين كمان في الفرن ما خلصوش، دول اول واحدة بس. بتسوي طبعا اول حاجة انتي عملتيها من الاول للاخر زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، كانت حلوة وتستاهل بقكم. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوليش في اللايك والاشتراك في القناة، ونصلي على سيدنا محمد. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامة حبايب قلبي، مع السلامة.